السلام عليكم. جتني رسالة من إحدى المتابعات بنزلها لكم. أبوها توفى في رمضان، تقول الله يجزاك خير، والله إني دعيت لك وأبونا بنزل لكم الرسالة، لكن أنا فرحان والله ورب الكعبة إني فرحان. ليش؟ يا أخي سبحان الله، توفيق من الله، توفيق من الله. تقول الأخت هذه إنه أبوي الله يرحمه توفى في رمضان، قبل ما يتوفى مرسل لي مقطعك يا أخ سعد اللي تتكلم فيه عن الحامية من عذاب القبر، اللي هي سورة تبارك. تعرفون في حديث أنا نزلت المقطع هذا، والمقطع هذا انتشر على الوطن العربي ومشاهداته بالملايين، وعندي في التيك توك. المهم المقطع هذا خلاصته وشو؟ إنه في كنز من الكنوز عندنا في السنة كثير مننا مهمله، إن المنجية من عذاب القبر سورة تبارك. إذا قريت سورة تبارك الملك يوميا ما تعرف عذاب القبر، يمر عليك مرور ما في شيء اسمه عذاب قبر، محمي حماية كاملة. هذا أبوها الشايب الله يرحمه ويغفر له، تقول أبوي فرح والتزم الله يرحمه ويغفر له، التزم سورة تبارك قبل ما يموت، ومرسلها لنا ومرسلها لخواتي، يا بناتي الله يجعلك في جنات النعيم اقروا سورة تبارك. شوف الرسالة بنزلها لكم للأخت الله يجزاها خير، وتدعي لي وتقول الله يجزاك خير، وأسأل الله تكون خاتمة أبوي طيبة في رمضان وقاري سورة الملك بإذن الله حماية. وهذه نصيحتي. طبعا المقطع موجود عندي في حسابي في التيك توك، المقطع مشاهداته بالملايين. المقطع يتكلم عن هدية من محمد صلى الله عليه وسلم الله أرسلها له، إنه من قرأ سورة تبارك كل يوم ما يعذب عذاب القبر. شخصيا ما أرتاح وأنام إلا أقرأه، صراحة ما أرتاح، أحس بقلق. يعني ما تأخذ مني دقيقتين، وانت والله ما تأخذ منك دقيقتين. ترى كلنا بهالدنيا خلط وعملا صالحا وآخر سيئا، النظر يمين والنظر يسار، الله يتوب علينا، ولساني له طردان، والحالة حالة، والنية الشينة، وأحيانا نظن السوء وأحيانا نقول السوء. هذه تحميك بعد الله، تحميك. ما هي سهلة ولا هي صعبة، والله ما هي سهلة على اللي الله يسهل. إذا نيتك صادقة الله يسهلها لك، وإذا نيتك ما هي زينة الله يصعبها عليك. نصيحة أخوك، اترك الدنيا وملذاتها، والله لا محلك نافعك، ولا شركتك نافعتك، ولا سيارتك الفخمة تدفع عنك البلاء، ولا زوجتك المزيونة الفرفوشة بترد عنك هم اللي يقطونك بقبرك. هذه تجيك سورة تبارك، تجيك كل اللي حولك الآن، كل الصور، كل اللي حولك الله يرحمك ويغفر لك. هي تقول لا يا حبيبي، رو عليه قبرك، تقعد عندك، تجي منكر ونكير، عذاب ما فيه، يلا ما تعذبونه. كيف ما نعذبه؟ فعل. قال لا، هذا التزم هدية الله. الله يعرفنا، يعرف ان احنا مذنبين ومقصرين، اصحاب اهواء واصحاب فتن، ونخلط الأعمال الصالح بالسيء، ونصلي ونمرق ونشوف ونخرق ونكلم ونزرق. المهم عارف لنا الله سبحانه وبحمده، فأعطانا مفتاح، قال هذا مفتاح، يلا خذ المفتاح. وش المفتاح يا رب؟ هذا المفتاح حتى لو كنت صاحب معصية وكذا، أنا مفتاح هذا يحميك من عذاب القبر. اللي خذ هذا المفتاح واستغله أبشر بالخير. نصيحة أخ يحب لكم الخير، لا تنام عينك إلا وانت قاري سورة الملك، لأنها تقيك من عذاب القبر حماية مؤكدة بإذن الواحد الأحد. الله يجعلني ما أنساها لين ألقى الله عز وجل. السلام عليكم.